لتشوفوا طريقتنا بتحضير معمول السميد تابعوا الفيديو للآخر. لا تنسوني إذا أول مرة بتشوفوا القناة فعلوا زر الجرس واشتركوا ليصلكن كل شي جديد. نحتاج كاسة ونص سميد وسط، هذا هو السميد الوسط مثل ما انكم شايفين. ورح نحتاج كمان كاسة ونص سميد ناعم، رح احطهم على جنب مشان تفرقوهم. بعتقد واضح الفرق تمام. كتير مهم تنتبهوا للسميد، لازم يكون سميد القمح مو سميد الذرة، سميد حبات القمح. هلا رح نجيب بنفس الكاسة يلي نحن عم نعير فيها دائما لما بنقول 3 كاسات، سواء انا هون استعملت هذا المج او فيكم تستعملوا الشفاف، رح نستعمل مقابله كاسة سمن حيواني. سمنتنا بحرارة الغرفة بدها تكون بحرارة الغرفة. ربع كوب سكر. رح نستعمل بوصفتنا صودا، كتير مهم الصودا اللي نستعملها هي تكون الصودا تبع الخبز. بالنسبة للدول العربية، بالدول العربية في صودا مكتوب عليها خاصة للأكل، مو أي صودا فيكم تستعملوها. رح نستعمل رشة صغيرة براس المعلقة. شوفوا شلون هالقد. فيكم قد منهم تحطوا خميرة، بس أنا الخميرة ما بحبها لأنه بتروح رسمة المعمول. هلأ منبس السميدات بالسمنة. هلا بعد ما بسينا السميد بالسمنه، لحتى تعرفوا انه السميد والسمنه كافيه، تكمشوا بعد ما بتبسوا بتكمشوه هيك بهذا الشكل. شايفين شلون لميت العجينه معنا، وبنفس الوقت بتفرفدوها دغري بتفرط. هلا رح نغطيها بالنايلونه تقريبا، رح نتركها ترتاح مده ساعه بين ما نجهز نحن الحشوه، وبعد ساعه بنكمل باقي الخطوات. هلا بعد ساعة بنبس السميدات. رح نحط معلقتين حليب بودرة ومعلقة قطر مع نص كاسة مي. هلا بنحط نص كاسة المي الباردة ونبدأ نبس السميدة. هلا انا وعم بس لقيت السميد لسه ناشف، يعني عجينتي مانا لينة. انا وعم بفتحها شايفين بهذا الشكل عم تعطيني تشققات. رح ارجع حط كمان ربع كوب، يعني هيك صرنا حاطين 3/4 الكوب مي باردة. اكتفينا ب3/4 الكوب مي. بالنسبة للمي اذا حكم تحطوهم كلهم دفعة واحدة حطوا نص كاسة، بعد منا اذا احتجتوا فيكم تحطوا. شايفين معي شلون عجينة المعمول طرية، وعم بفردها بايدي كمان ما عم تشقق. هيك معناته معمول السميد عجينته ممتازة. عجينتنا صارت جاهزة، هلا فينا نشتغل فيها. يسهل علينا الشغل، سويناهم كلهم صينية واحدة. هلا هيك بصير شغلنا وين. دائما لما بدكم تعملوا دائما اعملوا الكمية قليلة، لانه هيك انتوا تضمنوا نجاحها 100%. حابين الضعف والمقادير فيكم تضعفوهم، بس ما يكون اكتر من 6 كاسات، يعني تقعدوا تحسبوا تضيفوا اضعاف 3 اضعاف الكمية، رح تعذبكم كتير وما رح تطلع النتيجة مرضية. دائما ابدوا بالكميات، يعني فيكم تدوبلوها لهي الكمية مرة واحدة مو اكتر. هلا هيك كورناها ما شاء الله، العجينة المعمول بتجنن. وبهيك هلا بنحطها، صارت ثانيتنا جاهزة. هلا بنحطها بالفرن على درجة حرارة اعلى شي عنا، درجة حرارة شغال من فوق ومن تحت على المروحة. كتير مهم انه ما ياخد معنا غير 5 دقايق، يعني بالكتير 7 دقايق بالفرن. معمول السميد اذا طول بالفرن بيقسى.
هاي الملاحظة كتير مهمة. بالكتير من 5 ل6 دقايق على درجة حرارة عالية. هلأ بنحطها بالفرن. هلأ العجوة